بعد ما يوصف بإعلان دستوري تصحيحي، جدل بين قوى المعارضة حول استفتاء ترى أنه لا يزال قائما تحت حد السيف، وبلبلة حول حزمة قرارات ترفع الأسعار ثم تعلق الرفع، وغضب من قرار آخر يمنح القوات المسلحة حق إلقاء القبض على المدنيين. كيف يضع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قراره هذا في مقارنة مع ما قاله المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي حين أصدر المجلس العسكري القرار نفسه قبل 6 أشهر؟ الحقيقة قرار غريب في توقيت غريب، وغريب في شكله وغريب في مضمونه. من حيث الشكل مجلس الشعب موجود، وهذا القرار كأنه تشريع يعطي سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من العسكريين، وهذا فيه مخالفة أيضا، ويأتي قبل الانتخابات بأيام قليلة، فيزيد من الشكوك اللي موجودة على الساحة. ما الذي يمكن أن يحدث في هذه الانتخابات؟ فتح هذه المسألة بهذا الشكل وإعطاء رجال ضباط المخابرات العسكرية اللي هم مش معروفين للناس أصلا حق الضبط على المخالفين بتقديرهم هم، هذا أمر قد يساء استخدامه وقد يستغل بطريقة سيئة. يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012. انتهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا. تدعو الجبهة جماهير شعبنا العظيم لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير، لأنهم يؤكدون حرصهم على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. سندافع عن أنفسنا وعن مقراتنا ودستور مصر مهما كانت التضحيات. الشعب غضبان لأنه حاسس إن حقوقه اغتصبت.